بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض الطاجن الجامد قوي ده. هنعمل مع بعض طاجن الكبدة البلدي في الفرن، من اجمل واسهل واسرع الوصفات اللي ممكن تعمليها للكبدة. ومش شرط خالص ان احنا نعملها كبدة بلدي، ممكن كبدة مستوردة برضو هتنفع عادي جدا، وممكن كمان كبدة الفراخ هتبقى جميلة جدا جدا، وكمان لو حطينا معاها شوية بطاطس. الطاجن بيتكلم عن نفسه، طعمه وريحته يجننه. ويلا بينا بسرعة نشوف احنا عملناه ازاي. طبعا احنا كلنا متفقين ان الكبده مش بتتغسل خالص، ما بنجيبش عندها ميه خالص، لان الميه بتظهر الزفاره في الكبده. انا عصرت عليها ليمونه كامله وحطيتها في مصفى لحد ما نزلت الدم والزفاره بتاعتها كلها. معايا بصلايه كبيره مبشوره، يعني مفرومه فرم خشن، ومعايا حبتين طماطم متقطعين مكعبات صغير، معايا فلفل الوان وفلفل اخضر، ومعايا كمان قرن فلفل سبايسي، وحوالي 4 فصوص من التوم مهروسين، ومعلقه صغيره من هريسه الشطه. تمام كده. حطيت كده نص الثوم المفروم على الكبده، وحطيت كمان ربع معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وكمان ربع معلقه صغيره من الكمون، وهقلبهم كده مع الكبده. وبعد كده هنروح على البوتاجاز على طول. حطيت بقى كده طاسه على نار عاليه، لازم النار تكون عاليه قبل ما انزل عليها الكبده. حطيت عليها معلقه سمنه كده كبيره، وكمان هحط شويه من الزيت. اي نوع سمنه ممكن يمشي معاكي. السمنه بس بتديها طعم غني شويه. لو مش حابه تحطي سمنه خالص وعايزه تستخدمي زيت بس، مفيش اي مشاكل خالص. اول ما يسخن معايا هنزل بالكبده بتاعتي على طول. لازم النار تكون عاليه والزيت يكون سخن قوي، علشان مش عايزه الكبده تنزل الميه اللي فيها وترجع بعد كده تنشف معايا. انا مش لا هحمر الكبده ولا هسويها. طبعا انا بعد ما حطيتها كده، مش هقلبها خالص ولا اجي جنبها غير لما احس ان هي خدت كده لون من تحت او اتشمعت. انا بس هفضل اقلب فيها كده شويه، اشوحها كده شويه، لحد بس ما لونها كله يتغير. انا مقطعاها مكعبات كبيره شويه، علشان ما تستويش معايا بسرعه وتتهري كمان في قلب الخضار. هي كده حجمها حلو قوي. تمام كده. هشوحها شويه واتاكد ان كلها يعني لونها خلاص اتغير. انا تقريبا يعني بديها كده زي صدمه. وفي نفس الوقت الخطوه ديت، مع الثوم والكزبره والكمون اللي احنا حطيناهم، بتدي ريحه حلوه قوي قوي للكبده. الكبده كده خلاص تمام معايا. هبتدي دلوقتي اصفيها كده من الزيت. التوم بقى اللي انا كنت حطاه كده على الكبده ونزل في الطاسه، انا كده يعني هصفيها اشيله علشان ما يتحرقش معايا بعد كده. وفي نفس الطاسه هنزل على طول بالبصل. بصلايه كده كبيره محترمه يعني متقطعه كده تقطيع خشن شويه. هقلب كده في البصل شويه لحد ما يدبل معايا. بعد ما البصل كده خلاص بيدبل معايا، ببتدي دلوقتي احط عليه الفلفل الالوان. هقلب كده تقليبه. وبعد كده هبتدي احط بقيه البهارات والتوابل بتاعتي. هحط رشه خفيفه جدا من الفلفل الاسود علشان ما يغمقليش الكبده. ما نكترش قوي من الفلفل الاسود، يا دوبك رشه خفيفه قوي كده بين صوابعك. تمام. واحط نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وكمان احط معلقه صغيره مليانه من البابريكا. وهحط كمان بقيه التوم اللي انا كنت مخلياه، التوم المهروس، والملح طبعا حسب الرغبه. هقلب كده كل ده مع بعضيه لحد ما كمان ايه، الفلفل يدبل كده معايا، والبصل والفلفل ياخدوا كده من طعم التوابل اللي انا حطيتها.
احنا هنا كنا مهديين النار، يعني بعد ما شلنا الكبدة خلينا الخضار على نار هادية شوية. تمام كده. هبتدي دلوقتي احط الطماطم، حبتين طماطم كده محترمين، متقطعين كده مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. لو تلاحظوا انا لسه ما حطيتش ولا الفلفل الحامي، ولا هريسة الشطة، انا مش هحطهم دلوقتي خالص وهقول لكم ليه. هسيبهم بس يغلوا غلوة لحد ما احس ان خلاص الطماطم ابتدت تنزل العصارة بتاعتها. انا مش هخليها لما تدبل خالص وتنزل كل ميتها. اول ما احس ان هي خلاص ابتدت تدبل هنزل بالكبدة على طول، واخليهم يغلوا غلوة واحدة بس مع بعض. الكبدة على فكرة لسه نية ما استوتش، هي تقريبا كده يعني خدت ربع بس سوا. كل الكلام اللي انا عملته دوت يا دوبك يعني حوالي 10 دقايق، ويمكن اقل كمان من 10 دقايق. هي كده تمام قوي معايا. هبتدي بقى دلوقتي اشيلها من على النار وافضيها في الطاجن على طول. انا هنا اعملها في طواجن صغيره لان احنا عدد افراد، يعني الافراد الاسره عندنا مش كتير. هشيل بس شويه كده على قد ابني الصغير، علشان طبعا ما ينفعش ياكل حاجه حراقه. الكبده لازم تكون سبايسي، يعني ما تتاكلش غير وهي فعلا سبايسي. هشيل بس كده شويه على قد ابني، وبعد كده الباقي هحط عليه الفلفل الحراق وكمان هريسه الشطه. طبعا انت لو عندك حد يعني ما عندكيش اطفال وكلكم كده بتاكلوا الحاجة السبايسي عادي، وهي لسه على النار كده هتحطي معاها هريسة الشطة والفلفل الحامي. هبتدي بقى كده انزل كله كده في الطاجن. وفي الوقت ده كده انا كنت شغلت الفرن على درجة حرارة متوسطة. شغلت الفرن من تحت بس، وهحط الطاجن على الشبكة كده في النص، واسيبهم بقى كده على الهادي مع بعض من ربع لتلت ساعة، ياخدوا كده ويدوا مع بعضيهم كده في الفرن. مش هشغل الشواية خالص علشان ما تغمقليش لون الكبدة. هو الفرن من تحت بس، يعني تقريبا هي خدت معايا حوالي يعني 18 دقيقة كده بالظبط. يعني استوت على الهادي بقى خالص كده في الفرن، وبقت بصراحة في منتهى الجمال. ريحتها تجنن جدا جدا جدا. شايفين؟ يعني هي بصراحة بتتكلم عن نفسها. والله العظيم الخضار اللي حوالين الكبدة دوت طعمه احلى من الكبدة بمراحل، بجد حلو قوي. جربوا الوصفة والطريقة ديت، وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بأي نوع كبدة حتى لو مستوردة، هتنفع وطعمها برضو هيبقى حلو قوي. ممكن كمان بالكبد والقوانص او كبد الفراخ بس، ونحط معاها كمان بطاطس، هتبقى تحفة جدا جدا. ما خدتش معانا ولا وقت ولا مجهود، وتكلفتها بسيطة جدا. كل حاجة موجودة عندنا في قلب البيت. طعمها يجنن وريحتها بصراحة تحفة جدا. وبألف هنا وعافية للي يجربها. وأتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.